الأهلي آخر المتأهلين لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال السوداني ب3 أهداف مقابل لا شيء. معلش بقى زول تعيش وتاخد غيرها. هكلمك النهاردة عن ماتش النادي الأهلي والزعيم الهلالي اللي كان جاي فاتح صدره ومصدعنا كل نص ساعة تصريح جديد. وطبعا بنشكر الجهات الأمنية اللي سمحت بدخول 50,000 مشجع من النادي الأهلي عشان يقفوا جنب فريقهم في ماتش مهم زي ده، وبنشكر الجهات الأمنية إن هم قدروا يخرجوا الماتش بالمنظر المطلوب. وشكرا لجمهور النادي الاهلي اللي طلع بمظهر حضاري مشرف لمصر ومشرف للنادي الاهلي من حيث النظام والاخلاق والالتزام وعدم الخروج عن النص. وكمان هقول لك النهارده عن بعض اسماء الصفقات اللي النادي الاهلي لسه بيدرسه، لكن مفيش اي حاجه فيهم تمت بشكل رسمي. كل ده كلام واستشارات من مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني. كل ده واكتر هتعرفه في حلقه النهارده، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقة جديدة. ده برنامج نسر الأهلي وأنا أبانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ الاهلي كسب الزعيم الهلالي ب3 أهداف مقابل لا شيء وتأهل لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. بس هو سؤال واحد بس، هو انت كان عاجبك الاهلي ولا هو ده اصلا الاهلي اللي احنا عارفينه؟ انتوا خليتونا قاعدين قلقانين واحنا كسبانين 2-0. انت متخيل يا مؤمن ان انا ابقى كسبان 2-0 وقاعد قلقان وخايف؟ قلقان وخايف لان مش واثق في ولا واحد من خط الدفاع ولا حتى حارس المرمى. 2-0 يعني في الدقايق الاخيره لو جت للهلال السوداني ركله جزاء وحطوها في الجون او اي لخفنه في الدفاع والكرة دخلت جون، انت كده خرجت بره البطولة على ارضك ووسط جمهورك. فانت مدرك احنا وصلنا لايه؟ مدرك ان انت كسبان فريق زي الهلال السوداني 2-0 وقاعد خايف وعلى اعصابك. المهم يا عزيزي، كولر نزل ماتش الهلال السوداني بخطة 4-2-3-1. محمد الشناوي في حراسة المرمى، 2 قلب دفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، باك يمين محمد هاني وباك شمال علي معلول. قدامهم 2 في نص الملعب مروان عطية وعمرو السولية. قدامهم 3 ناحية اليمين بيرسي تاو، ناحية الشمال احمد عبد القادر، وفي النص محمد مجدي قفشه، راس حربه محمود عبد المنعم كهربا. اول ما شفت التشكيله وقبل ما الماتش يبتدي كان ليا تعليق كده، ليه تبدا بقفشه وليه رامي ربيعه؟ بصراحه كولر دماغه غريبه في الحته دي. انا مش شايف ان قفشه عمل حاجه يخليه متمسك بيه يلعب اساسي لحد دلوقتي. بدا الماتش وكالعاده محمد مجدي قفشه تايه في الملعب، مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين، ويروح لكل لاعب معاه الكوره عايز ياخد منه الكوره بالعافيه وبيطلب الكوره بالعافيه، وبعد ما الكوره بتيجي بيمشي بيها بتتقطع منه ما بيعملش اي حاجه. ولو الكرة جات له قدام الجون كده كده بيشوط لانه ما عندوش اي حل تاني. هو ده اداء قفشه مع النادي الاهلي اللي بقى محفوظ. اما رامي ربيعه فده بيبيع نفسه وبيبيع فرقته بكل سهوله، وكان ممكن بسببه في اي وقت يخش فينا جون لانه غشيم وما بيلعبش بالعقل. اما مروان عطيه اللي بتلاقيه في كل حته في الملعب بيقطع الكوره، بيشوف الكوره مع لعيبه الهلال فين في الملعب ويروح يجيبها ويجيلك، ما عندوش اي مشكله. بصراحه انا شايف ان مروان عطيه ما غلطش ولا غلطه في ماتش النهارده. المهم ان الاهلي ماسك كوره وفريق الهلال ولا عارف يمسك كوره ولا حتى عارف يمسك اعصابه. هم كانوا ماسكين نفسهم بالعافيه اصلا. كهربا ضيع فرصه واثنين وثلاثه واربعه، وده لانه ما بيتوقعش ان الكوره تجيله. الكوره بتكون ملعوبه ناحيته بتخبط في دفاع نادي الهلال، يتفاجئ ان هي برضه جات له بعد ما كان فقد الامل، ما بيلحقش يحضر هو عايز يعمل ايه وبالتالي بيضيع الكوره. طبعا ده ما تلومش عليه لان كهربا اصلا مش راس حرب. المهم انه بعد ما ضيع فرصه واثنين وثلاثه واربعه، الخمسه بيجيبها جون في الدقيقه 25. احمد عبد القادر في الدقيقه 25 بيعمل اسيست زي الزفت الكهربا، ولكن كهربا قدر ان هو يسيطر على الكوره ويلمها ناحيته ويحطها في الجون. بصراحه الجون جميل في كل حاجه فيه، حرفيا زي ما بقول لك كل حاجه حلوه في الجون ده ما عدا الاسيست. من اول الاستلامه بتاعت كهربا وانه قدر يسيطر على الكوره وانه يسقط الكوره في الزاويه البعيده، بصراحه هدف عالمي. واحمد عبد القادر بصراحه ما عملش اي حاجه في ماتش النهارده وكان مبهدل معاه علي معلول. خد الكرة ومشي بيها، عدى واحد طب باصي لا مش اباصي، عدى من التاني طب العب عرضيه لا مش هلعب عرضيه، عدى من التالت والرابع وفي الاخر طلعها بره. فانت كده بتضيع وقتنا وبتضيع وقت الماتش على الفاضي. يعني احمد عبد القادر ومجدي قفشه كنت حاسس ان هم عندهم تارجت ان هم يخرجوا الاهلي من البطوله، وهوريك لقطه تاكد لك الكلام اللي بقوله ده بس في اخر الحلقه. المهم ان كولر بيلعب
باحمد عبد القادر عشان مفيش ليه بديل على الدكه، بس انا كان عندي حل وهقول لك عليه بعد شويه. بينتهي الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على الهلال السوداني، واحنا مضيعين مش اقل من 6 اهداف. هدف واحد طبعا ما يطمنش، ولا حتى هدفين يطمنوا، لانهم في اي وقت لو خطفوا جون في شباك النادي الاهلي خرجنا بره البطوله. بدا الشوط الثاني وهقول لك على الحل اللي كان المفروض مارسيل كولر يعمله، وده من وجهه نظري. كان فيها ايه لو طلع احمد عبد القادر اللي ما كانش عامل اي حاجه في الملعب وينزل حسين الشحات، وساعتها هيلاعب كهربا جناح شمال مكان احمد عبد القادر، وهينزل بيرسي تاو وراس حربه، ويودي حسين الشحات جناح يمين مكانه، ويطلع عفشه وينزل القندوسي، ويطلع رامي ربيعه وينزل ياسر ابراهيم. من وجهه نظري كنت شايف ان دي التغييرات اللي المفروض تتم واللي كانت هتعمل فرق في اداء النادي الاهلي. المهم بدا الشوط الثاني وقفشه وعبد القادر لسه في الملعب مش عارف ازاي. دقيقه 55 مروان عطيه المتالق بيشوط كوره صاروخيه بتيجي في العارضه وترد في رجل حارس مرمى الهلال السوداني، وقبل ما تدخل في الجون وقبل ما كهربا يعمل عليها الفولو حارس مرمى الهلال السوداني بيطلعها بايده. الدقيقه 63 اخيرا مارسيل كولر حس ان محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر مالهمش لازمه، وحس ان احنا بنلعب ب9 لعيبه بس، فقرر يطلع محمد مجدي قفشه وينزل مكانه حمدي فتحي، ويطلع احمد عبد القادر وينزل حسين الشحات. حسين الشحات اللي لما بيلعب مكانه ناحيه الجناح اليمين بيراوغ ويعمل اوفرات عالميه، لكن لما بيلعب جناح شمال فهو بيراوغ وبيحط اهداف بيهلفت بيها المدافعين. حسين الشحات نزل في الدقيقه 63 واول لمسه ليه بيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 64. حسين الشحات اللي كان موجود في نص الملعب والكره ناحيه اليمين مع بيرسي تاو قبل خط ال 18، اللي قدر يمشي بالكره واحده واحده ويحافظ على الكره لحد ما لمح حسين الشحات بيقطع على خط ال 18، لعب له الكوره اللي بيشوطها حسين الشحات وبيسجل بيها الهدف الثاني للنادي الاهلي بعد ما نزل بدقيقه واحده بس. طبعا بعد ما سجل الهدف جري عشان يحتفل بصورته مع والده الله يرحمه. حسين الشحات اللي لو كان نزل ما عملش اي حاجه وما اداش في الملعب محدش كان هيعرف يلوم عليه بنص كلمه، ان الراجل والده لسه متوفي من 4 ايام واي حد مكانه ما كانش هينزل التمرين اصلا. حسين الشحات اللي كان جاي له عروض من الخليج وعرض من نادي بيراميدز ولكنه قرر البقاء في الاهلي، وهعرفك التفاصيل في نهايه الحلقه. المهم ان بعد خروج محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر بقينا بنلعب ب11 لعيب في الملعب، وفي الدقيقه 72 مارسيل كولر حس ان احنا زحمه في الملعب و11 لعيب كتير قوي على فرقه زي الهلال السوداني، فقرر انه يطلع محمود عبد المنعم كهربا وينزل مكانه محمد شريف ويلعب ب10 لعيبه بس، عشان في الدقيقه 81 المتالق مروان عطيه انجح صفقه في النادي الاهلي الموسم ده بياخد الكره من بيرسي تاو اللي مرضيش يلعب الكره لمحمد شريف لانه عارف ان كده كده هيضيعها، فبيفضل ان هو يديها لمروان عطيه احسن ما يديها لمحمد شريف. مروان عطيه بياخد الكره بيعمل ثرو باص عالمي لحسين الشحات اللي وهو بيستلم الكره لم واحد، وبعد ما وقف الكره موه ولم الثاني وشاط الكره في الجون، ويكون ده الهدف الثالث وهدف الاطمئنان للنادي الاهلي. الهدف الثالث اللي بيطمن جماهير النادي الاهلي، والهدف الثاني لحسين الشحات في مباراه النهارده بيسجله في الدقيقه 81. الهدف ده ماركه حسين الشحات، وهي دي الحاجات اللي بيعملها لما بيلعب ناحيه الشمال. بعد كده الواحد خد نفسه واطمن شويه للماتش وقلنا خلاص كده الحمد لله ضمننا الصعود. بصراحه الواحد كان مبهور بمنظر جماهير النادي الاهلي اللي كانوا ماليين مدرجات استاد القاهره، وزي ما قلت لك ان اللي هيكسب الماتش ده هو الجمهور، وده فعلا اللي حصل. لعيبه الهلال السوداني لما نزلوا يسخنوا في الملعب وشافوا منظر الجمهور ركابهم خبطت على بعض. المهم ان في الدقيقه 85 بيطلع عمرو السوليه وبينزل اليو ديانج، وبيطلع محمد هاني وبينزل مكانه خالد عبد الفتاح، والدقيقه 89 محمد الشناوي بياخد انذار عشان كان بيتبارد شويه على الحكم، وبينتهي الماتش عزيز الاهلاوي بفوز النادي الاهلي على الزعيم الهلالي ب3 اهداف مقابل لا شيء، ويتاهل النادي الاهلي لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، ويخرج الهلال السوداني بره البطوله. فبعد كده يا زول اعرف انت بتكلم مين وجاي تلاعب مين وبتستفز مين. طبعا يا سيدي الفرق المتاهله من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بيتقسموا لتصنيفين، التصنيف الاول او التصنيف الف اللي هم اوائل المجموعه، والتصنيف ب اللي هم وصيف كل مجموعه. فالفرق اللي موجوده في التصنيف الاول او تصنيف الف هو الوداد المغربي وصن داونز الجنوب افريقي والرجاء المغربي والترجي الرياضي التونسي. اما الفرق اللي في التصنيف الثاني او تصنيف ب
شبيبة القبائل الجزائري، الاهلي المصري، سيمبا التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري. طبعا القرعه هتكون يوم 5 ابريل في مقر الاتحاد الافريقي هنا في القاهره، وكل فريق هيتجنب منافسه في المجموعه. هما بيختاروا فريق اول مجموعه يقابل فريق تاني مجموعه، لكن ما ينفعش اول وتاني نفس المجموعه يقابلوا بعض. وكمان مباريات ربع نهائي دوري ابطال افريقيا او دور الثمانيه المقرر ان هي هتتلعب في الفتره من 21 ل 29 ابريل. تعال نبص بصه سريعه كده على لعيبه النادي الاهلي في ماتش النهارده، ونبدا بحارس المرمى محمد الشناوي اللي بقى مخوفنا حبتين. طب انت يرضيك كده يا شناوي اللي انت عملته في نفسك؟ يرضيك ان لعيبه الهلال السوداني يشوطوا عليك كور من كل حته في الملعب وحاسين ان هم هيجيبوها جون؟ هو انت اللي عملت في نفسك كده مش حد تاني. خليت شويه لعيبه فاضيه عمالين يشوطوا عليك من كل حته في الملعب متوقعين ان الكره ممكن تيجي جون. رامي ربيعه انت سهل قوي واسهل من السهوله. محمد هاني عادي يعني كان حلو بس عادي، في احسن من كده وهو عنده احسن من كده، ولكن في الماتش ده كان اقل من العادي كمان. عمرو السولية ما اقدرش اتكلم عليه نص كلمه، الراجل لسه راجع من اصابه وبقاله فتره كبيره ما بيلعبش، بس اللي بيعجبني في عمرو السولية رجولته. عادي ان في اي وقت من الاوقات تلاقي عمرو السولية بيغطي مكان رامي ربيعه وبيقطع الكوره. عادي لما تلاقي عمرو السولية هو اللعيب الوحيد اللي بيجري وبيقطع الكوره من لاعب كان رايح انفراد علينا. عادي كمان لما تلاقي عمرو السولية بيعمل لك اسيست انت والجون وبيقول لك خد حط الكوره في الجون. مهما انت تشوف ان عمرو السولية ما عملش حاجه في ماتش النهارده، انا شايف ان وجوده في اي ماتش بيكون مهم جدا. مروان عطيه احسن لاعب في المباراه وانجح صفقه في صفوف النادي الاهلي. اي كره بتروح للاعيبه الهلال ايا من كان الكره موجوده فين واللعيب موجود فين تلاقي مروان عطيه معاه وبيقطعها منه. ما غلطش ولا غلطه في ماتش النهارده، ما عملش ولا ميس باص، عنده جرأه قويه ورجليه حلوه جدا على الجون، فانا بعتبرها صفقه الموسم بلا منازع. محمد مجدي قفشه مالكش اي 30 لازمه في الملعب، بيتحرك غلط وبيروح لكل لعيب عايز ياخد منه الكره بالعافيه وفي الاخر بيضيعها. اما بقى ميسي الكره المصريه ورونالدينيو الكره المحليه احمد عبد القادر، انا عايز اقول لك ان انا لو دخلت عليك هاخد منك الكوره لان انا عارف ان انت هترقص مش هتعمل اي حاجه تاني، وانت لعيب ما عندكش اي حل تاني غير الترقيص، فبالتالي اللاعب اللي داخل عليك عارف دماغك وعارف انت هتعمل ايه وهيقراها وهياخد منك الكوره. عديت من اول واحد سقفنا لك وقلنا حلو عالمي العب بقى الكوره بالعرض، لا ما لعبتهاش بالعرض، مشيت بيها ولميت تاني واحد سقفنا لك وقلنا لك يا جامد ده انت قد الدنيا العب بقى لزمايلك، برضه ما بتلعبش لزمايلك، تفضل ماشي بالكوره وتعدي من الثالث والرابع لحد ما تطلع منك بره وتسمع اللي انت مش حابب تسمعه. احنا فعليا كنا بنلعب ناقصين 2 لعيبه في وجود محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر. اما بقى محمود عبد المنعم كهربا فده لعيب نيته سالكه، بيلعب بنيته ولعيب مجتهد وربنا بيجيب له حقه من كل اللي ظلموه. حسين الشحات ما اقدرش اتكلم عليه ولا ربع كلمه، الراجل بعد ما نزل بدقيقه حط هدف وجاب لك الجون الثاني اللي طمنك وضمن لك الصعود، ده كله في ظل الظروف الصعبه اللي هو بيمر بيها. قبل ما اسيب مباراه الاهلي والهلال السوداني في لقطتين كده لفتوا نظري اللي قلت لك هعرفهم لك في اخر الحلقه. احمد عبد القادر لما طلع ونزل مكانه حسين الشحات بعد دقيقه حسين الشحات بيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي، ساعتها كان احمد عبد القادر لسه ما وصلش على دكه البدلاء، فبص على الملعب كده لقى زمايله بيحتفلوا قام مكمل مشواره عادي وهو راح دكه البدلاء ولا راح سلم عليهم ولا احتفل معاهم ولا اي حاجه. تحس كده انه متضايق عشان خرج، بس انا مش عارف ليه. انت تتضايق وانت خارج لما تكون عامل اللي عليك والمدرب بيظلمك، انت المفروض تتضايق ان انت ما عملتش حاجه ولما زمايلك يجيبوا جون تروح تحتفل معاهم. اللقطه الثانيه بقى مشتركه بين احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه، ودي ساعه لما حسين الشحات جاب الهدف الثالث للنادي الاهلي. بس ابراهيم امن على الدكه فرحان، محمد هاني قاعد بيسقف. بص كده بقى على قفشه وعبد القادر، حاسس كده ان هم متضايقين عشان فشلوا انهم يخرجوا الاهلي من دور المجموعات، اسلكوا بقى شويه عشان ربنا يكرمكم. على الناحيه الثانيه عزيز الاهلاوي، الزمالك بيضرب رقم قياسي سلبي جديد، اكتر فريق ودع دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات في التاريخ بعدد 9 مرات. جمهور الزمالك اللي في المباراه الاخيره قدام المريخ ابدع ان هو يعبر عن غضبه عن اللي بيحصل في نادي الزمالك، بيبدع في التعبير عن غضبه من الفريق ومن الاداء السيء اللي بيعمله الفريق في اخر فتره، خصوصا ان الزمالك خرج من كل البطولات الموسم ده، حتى كاس الرابطه خرج منها ومن غير ركلات ترجيح، وفي الدوري المصري هو موجود في المركز الخامس. ندخل على الموضوع اللي بعد كده، هقول لك الاسماء اللي محطوطه على ترابيزه النادي الاهلي بيفكروا فيها للانتقالات الصيفيه. اولا الاهلي بيدرس عوده تريزيجيه، معنى كان تريزيجيه هيرجع الاهلي؟ قلت لك لسه بيدرس الموضوع، لسه بيدرسوا
الموضوع. المهم ان نادي الزمالك كمان داخل في الصفقه وعايز ياخد تريزيجيه وعارض عليه مبلغ مالي ضخم، ولكن تريزيجيه طبعا بيختار النادي الاهلي في حاله ان النادي الاهلي عايز تريزيجيه. ده الكلام اللي ورد عن صحيفه فوتوماك التركيه. الكلام على مين تاني عزيزي الاهلاوي؟ النادي الاهلي بيتكلم على اسامه جلال لاعب نادي بيراميدز. كمان بيراميدز ما عندهمش اي مشكله ان هم يدونا اسامه جلال ولكن بمقابل، وهم في القصه دي حطوا مقابلين عايزين واحد منهم. اول مقابل هيكون محمد شريف، يعني احنا هناخد اسامه جلال وهم هياخدوا محمد شريف من غير ما حد يدفع اي حاجه. المقابل الثاني قالوا لو انتم مش عايزين تدونا محمد شريف ادونا شادي حسين وشويه فلوس كده وخدوا مكانه اسامه جلال. طب الاهلي هيختار انهي حاجه؟ هقول لك لسه ما فيش اي كلام عن الموضوع ده، وممكن اصلا يصرفوا نظر عن الصفقه. كمان مارسيل كولر بيطلب من مجلس اداره النادي الاهلي التعاقد مع محمد حمدي باك شمال نادي بيراميدز، ومارسيل كولر بيأكد على اداره النادي الاهلي ان هو محتاج محمد حمدي وان دي هتكون اهم صفقه بالنسبه له عشان ما فيش اي حد يعوض غياب علي معلول. وكمان حسين الشحات اللي كان جاي له اكتر من عرض من الخليج بمبلغ خرافي، وكمان نادي بيراميدز كان عارض مبلغ مالي ضخم على حسين الشحات، ولكن حسين الشحات بيفضل البقاء في النادي الاهلي والتجديد للنادي الاهلي بعد طلب مارسيل كولر. ومجلس اداره النادي الاهلي بيقرر رفع عقد حسين الشحات عشان يكون في الفئه الاولى. وكمان موضوع جاكسون موليكا اتفتح مره كمان، خصوصا ان اللاعب عايز يجي النادي الاهلي ومتمسك ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، ولكن بشكتاش التركي عشان يدينا جاكسون موليكا عايزين ياخدوا اليو ديانج. وعايز اقول لك ان مارسيل كولر ومجلس اداره النادي الاهلي ما عندهمش اي مشكله ان هم يدوا اليو ديانج البشكتاش التركي مقابل ان هم ياخدوا جاكسون موليكا، لكن المشكله دلوقتي عند اليو ديانج. اليو ديانج بيرفض الانتقال لنادي بشكتاش التركي وقال انا لو هخرج من النادي الاهلي فانا هخرج على فرقه اوروبيه. دلوقتي مارسيل كولر بيحاول يقنع اليو ديانج ان هو يكون جزء من الصفقه ويساعد في اتمام الصفقه. المشكله كمان ان بيراميدز داخل في الصفقه وعايز يبوظها على النادي الاهلي زي ما بوظ صفقه فينيسيوس امارال. فينيسيوس امارال اللاعب البرازيلي اللي الاهلي كان هيتعاقد معاه وبيراميدز بوظت الصفقه علينا، ودلوقتي هو بيلعب في الاهلي السعودي مع بيتسو موسيماني. دي كانت كل المعلومات اللي معانا في حلقه النهارده. مباراه الاهلي اللي جايه هتكون في الدوري الممتاز مع غزل المحله يوم الاربع 5 ابريل الساعه 9:15. كده عزيزي الاهلاوي بيكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.